ورحمة الله وبركاته. والنهارده يا جماعة جايبه لكم شيخ من الطرق الصوفية، من إحدى الطرق الصوفية. شيخ بيجي، اتفضلوا معايا اتفرجوا قبل ما اتكلم، اتفرجوا على اللي هو بيعمله. شوفوا معايا، بيجي بيبوسوا ايديه وبيدفعوا حق البوسه بتاعت ايديه، بياخدوا البركه، بيدفعوا ثمن البركه زي ما انتم شايفين كده. كل واحد داخل بيدفع الاول وبعد كده يوطي ياخد يبوس ايده وياخد البركه من ايده. هل احنا عندنا في دين الاسلام كده ان احنا نروح ناخد البركه من الشيوخ بالفلوس؟ هو ربنا محتاج وسيط؟ ربنا مش محتاج وسيط. اتفرجوا معايا وشوفوا انتوا، قولوا برايكم. انا بجيب لكم الحاجه وكل يعني الحاجات اللي انا بجيبها مش محتاجه كلامي، مش محتاجه ان انا اعلق عليها. انا بسيبكم انتوا اتفرجوا وبعد كده قولوا لي رايكم في التعليقات. اللي بيحصل ده ينفع؟ يجوز في الدين بتاعنا؟ يجوز في دين الاسلام؟ قولوا لي بقى ايه رايكم، عشان خاطر انا قربت اتجنن منكم بسبب الحاجات اللي بتحصل دي. عندنا في الاسلام بناخد البركه بالفلوس. ربنا موجود مش محتاج اي وسيط. اتوضى وتعالى اقف بين ايده وقول اللي انت عايزه، لكن هو مش محتاج وسيط ان انا اروح ادفع فلوس عشان خاطر ابوس ايده واخد منه البركه. هو شخص زيه، مش محتاجه ان انا اخد البركه من بني ادم زيه. ربنا موجود ومفيش بينا وبين ربنا اي وسيط. اتفرجوا يا جماعه وقولوا لي رايكم في التعليقات. هسيبكم على خير عشان ما اطولش عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.